ليش ما تتعاون مع يوتيوبر سعوديين كثير؟ ليش كذا احسكم كانكم حزب بحريني مع بعض؟ لا واضح متكبر. بندر انت اكبر متكبر. معكم اخوكم عبد الرحمن. اليوم عندنا حلقه جديده، واليوم عندنا حلقه غريبه نوعا ما. نزلت بوست على الانستغرام وقلت لكم اسئلتكم تحت نشوفكم هناك، وقلت لكم انه بتكون في حلقه تسالني بطريقه مختلفه. شنو الطريقه المختلفه؟ انت قاعد وتبي تجاوب على اسئله. لا 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 لا. اول شيء عشان تعرفون انا جاي اتبي حق ورشه عمل مع اليوتيوب او مع اليوتيوب، ففكرت وقلت الورشة بيكون فيها يوتيوبرز بالهبل وفي نفس الوقت بتكون ممتعة وغيره وهاللون، بس ما بصور فلوج معتاد، فليش ما ادمج الشيئين مع بعض؟ فبالتالي ايش بيصير؟ باخذ اسئلتكم صح وبجاوب عليها، بس مو انا اللي بختارها، اليوتيوبرز بيختارونها. فيلا خلينا نطلع من غرفة الفندق ورايحين الحين بنلاقيهم. المفروض نطلع مكان مو متاكد وين. زين في شيء لازم تعرفون ان انا سويت حلقتين اسالني من قبل، بحطهم في حرف الاي، بيكون فيهم بعض الاسئله اللي تتكرر، مع انه بحاول اجاوب على اغلب الاسئله، بس الموضوع ما في انه ما بكرر الاسئله، وفي نفس الوقت ما عندي الا وقت محدد، يعني ما يصير اسوي الحلقه طويله 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 طويله، فبالتالي حتى بعض الاسئله اللي يمكن تكون مهمه وابى اجاوب عليها ما بيمديني اجاوب عليها. المهم وصلت لهم مكانهم قاعدين. السلام عليكم يا شباب. اهلا وسهلا. والله يعني سامحوني بس ما تاخرت. تو باز لو سمحت، ابيك تشوف الكومنتات وتختار لي كومنت واحد واسالني اياه. اي كومنت. صراحه في واحد كاتب كومنت التصاميم ثمنيلات اليوتيوب. اوه اوكي، امسح الكومنت. امسح الكومنت. ليه؟ تافه الكومنت. لا خله عن نفسي الصراحة استمتع في صور المقاطع. يبتدي من ربع ساعة اقل شيء، وساعات اطول اوصل يمكن نقول لي ساعة ونص ساعتين. والله ساعة ونص. وش الصورة اللي تحطها هنا؟ بحطها مالت الجراحة، ركبت دم، ركبت قلب في يدي، ركبت لي قفازات، ركبت كل شيء. زي صور فورتنايت اللي تمسك فيها مكنسة بعدين يصير سلاح. اي هذه كم تقعد فيها؟ هذه نص ساعة. والله سهل. ما تطول. أدري بإذن الله الشباب الفيديو جاي شروحات فوتوشوب مع حماد. ابشر يا جماعة. عزوين يقعد. عزوين بكرة تعال. لا جاء. وهنا نرى شخصا هوملس. الله صدق جاحس روحي هوملس. واضح انه منتهي. خلينا نقعد وياك. دائما الحياة تعب نعيمي، هاي نصيحة مني. الحياة متعبة، ما في راحة. الراحة في الآخرة، انت لازم تكافح. عطني سؤالك. حتى لو محرج قلت لكم اليوتيوبرز هم اللي بيختارون. السؤال مو سؤالي، سؤال باسل العتيبي. هالشيء انا يعني احس ودي اعرفه منك بصراحه، لان ما عمري عرفت الشيء. من افضل يوتيوبر عندك؟ والله تصدق سؤال ما قد فكرت في الموضوع. ما عمري سمعتك تقول من افضل يوتيوبر عندك، لان حرفيا ما عندي افضل يوتيوبر، عندي في كل مجال افضل يوتيوبر. فمثلا شنو افضل مجال عندك وشنو افضل يوتيوبر فيه؟ بقسمهم. اوكي، افضل يوتيوبر من ناحيه الاصرار والاستمرار سيد، اتوقع هاي نتفق فيها. من ناحيه المحتوى اخوي عمر فاروق. اي نعم لي يسالون عمر فاروق اخوك اخوي، يعني مو مجامله لانه اخوي. من ناحيه الالعاب بالفراس مو بندر فراس وننقل لليوم الثاني مباشرة، او اللي هو اليوم الاخير من الورشة اللي انا رايح لها. ليش نقلت؟ لان الله يسلمكم يعني طلعنا عاشة بعدها وسينما وتسوق وهاللون، فقلت ما ينفع اصور، بكمل في اليوتيوب سبيس واللي احنا موجودين فيه الحين هني، وفي نفس الوقت اليوتيوبرز كلهم هني. فخلينا نكمل اسئلة. يلا سمني. يصدمك مين افضل من الشخصيات عندك من جود، او افضل شخصية من جود؟ حنسبب لكم مشكلة. طبعا انا. لا مو انت. غيري صراحة، بقول الصراحة ولا شيء غير الصراحة. كل الشباب على العين والراس، كلهم مهمين. زين لا يعني قاعد اتكلم بواقعية، كلهم مهمين جدا. الشخص اللي احسه يساعد في تكوين جوت اكثر شيء عبد الله النعيمي. اعرف وايد قاعد اقول اسمه، لا تقولون لانه مسافر وياه وغيره. لا ليش ما تتعاون مع يوتيوبر سعوديين كثير؟ ليش كذا احسكم كانكم حزب بحريني مع بعض؟ اول شيء كل اليوتيوبرز على العين والراس، وبالاخص السعوديين صراحه هم من الاساس اكبر داعمين لي في البدايه. ترى مو قصدي توريط، انا مشكلتي الوحيده ويا التعاون ان ما يمديني ارتب مع الشخص نفسه. يعني بالنسبه لي الترتيب مشكله عود. احس له ودك نصور ليله، هو يقول لي تمام، والليله انشغل، وبعدين اليوم اللي بعده هو ينشغل. فحتى مع البحرينيين ما اصور وايد، ترى مو عن شيء،
مع اغلب عاد اليوتيوبرز. هذه لا واضح متكبر. بندر انت اكبر متعنصر. متكبر. اي لا انا نفسه مشكلتك ترى. تعال هو شي يقول لي ليش ما تصور ويا السعوديين بالضبط؟ ايوه ما له دخل سعوديين، ما له دخل سعوديين. تحب الدراما والله، تحب الدراما. فراس يا فراس. هلا والله. سؤالك يقول من 7 مود اكس كايس. والنعم. وش الشيء اللي ودك تحققه في حياتك؟ اوكي يعني هاي من نوع الايجابيه، الحياه. انظر الى النور. مو بسهوله بقدر اجاوب عليه، لان لو بجاوب عليه صراحه يمكن حلقه كامله او سلسله كامله. في اليوتيوب ودي احقق شيء انه مثلا حتى لو تركت اليوتيوب يبقون الناس يستمتعون بمحتواي، ما يكون شيء بس عابر هاللون كذي تشوفونه مره وخلاص. اذا تصدق شغله، السؤال اللي فوقه قد يست من يوتيوب. قد يأست من اليوتيوب. اي بصورهم الاثنين مع بعض. صراحه ايه جاتني فتره يأست من اليوتيوب. بالضبط ايام فيفا في البدايه نوعا ما وصلت مرحله خلاص كانك علقت كذي هاللون. تعرف لما تمشي سياره في البر وتعلق مره واحده، تنزل وانا عن نفسي ما قمت ابدع في المحتوى. احس نفس المحتوى متكرر. عبود ليه ما فيصل اسمه 9 يقول حركت الجواب. بس ايش يلا باقي ما تزوجت؟ ليش انت ما تبي؟ ليه ما تبي تتزوج؟ شو وضعك؟ عندك احد؟ يوتيوبر على الفاضي. عندك احد؟ روح دور. لا عندك احد؟ لا انا ما عندي. ليش ما تصور مع اخوك؟ وفي اسئله كثيره متكرره، اخوك واخوك واخوك واخوك. شوف حتى في نفس الصفحه مين اكبر، انت ولا عمر؟ فانت ما يضايقك موضوع انه اخوك يتكرر كثير؟ موضوع وايد يتكرر. اكثر من شخص يقول لي انت ما يضايقك الموضوع؟ ما يضايقك؟ بالنسبه لي لا، ما اتضايق من الموضوع. بالعكس عمر اخوي اكبر مني بسنتين للعلم، مو شرط نتشابه فت، بس انه اخوي من امي وابوي. بالنسبه لي احبه وافتخر فيه صراحه. افتخر ان عمر اخوي والمحتوى اللي قدمه، افتخر اقول حق الناس عمر اخوي. ما اقارن نفسي فيه لان انا محتواي في وادي ومحتواه هو في وادي. محتواه مختلف، محتواي مختلف. ما حد يروح يقول له ما تجيب قتلات عاليه في فورتنايت، ليش انت ما تفوز في فورتنايت؟ لان يعرفون ان النزله مختلف. في نفس الوقت انا ما يصير تقول لي ليش ما تروح تسوي تجارب وهلا. مو محتواي، انا افضل الالعاب. هو شيء بالضبط. اعتبروهم شخصين منفصلين، اعتبروهم مو اخوان. هذا يسوي طريقه في المحتوى والاخر يسوي طريقه في المحتوى. صحيح انه كلهم في اليوتيوب، بس هذا الشيء وهذا الشيء اخر تماما. السؤال الثاني هذا مني يا طول العمر السلام. يلا. هل تكره فيفا بعد ما شفت النجاح في فورتنايت؟ شوف انا اكره فكره ان كنت رابط روحي بفيفا. حلو. فيفا ما عندي اي مشكله وياها. بالعكس اتوقع ذاك اليوم كنت شايفني اراويك بطاقات فيفا الجديده هلا. يعني الحين استمتع بالبطاقات والاشياء اللي ما فيها. تلعب، نتكلم عن ما جيم البطاقات. ما استمتع باللعبه، ما استمتع بالاشياء الموجوده في اللعبه ولا الاضافات. لهالسبب تركتها. اي شيء ما استمتع فيه توقف المتعه خلاص بتركه. ويوم من الايام بيكون هاي شيء حق فورتنايت. احترم اللي الحين يستمتعون فيها. ابسط مثال استمتع بمحتواه واحترم انه هو الحين قاعد ينزل اللعبه لانه يستمتع فيها. لهالسبب انا قاعد احاول اوصل حق شيء حاليا مع الجمهور. ما ادري اذا قاعد تلاحظون او لا. احاول اخلي القناه مو متعلقه بلعبه معينه، احاول اخليها متعلقه بعبد الرحمن حمان 391 نفسه. اوه بندر هني؟ لا خلاص نورك كفايه. سؤال من إبرة BLC يقول ليش اخترت الهندسة؟ هو باختصار تخصص احبه. يعني درجتي كانت زينه في المدرسه، قلت ابي تخصص صعب، ما ابي اي تخصص أيوة سهل. صح. فدخلت الهندسه المعماريه بالتحديد، مو اي نوع هندسه. ففي تصميم وايد اكثر من الدراسه. انا جانب الدراسه مو الافضل. مفكر بعد ما اتخرج اخذ سنتين حق اليوتيوب. اذا ما نجحت فيهم ارجع حق الهندسه. يعني مو اللي اكرهها او شيء ابى ابتعد عنه. بس هي في ورقة كبيرة كذا وتصمم صح؟ أذكر في واحد كان من الشباب. هاي النظام. عطنا سؤالك، عندك سؤال مجهز؟ السؤال الثاني هذا من عندي، بما انك شخص تحب التحديات، ليش ما تجرب اللعبة اللي انا اعاني فيها، ماريو ميكر؟ كنت اقول له ذاك اليوم احسها تناسبك بس ما تناسب الكل. تصدق بنجرب هاي والله تم. الله يستر. الحين لازم اشتري وي ولا؟ ايوه. لا متى ينزلونها على ولا السويتش؟ لا ممكن على السويتش راح تنزل اللعبة بعد شهرين. خلاص أيوة. لما تنزل على السويتش. عبود يا عبود شنو سؤالك؟ تبغى سؤالي ولا سؤال من المتابعين؟ ابي سؤال منك وسؤال من المتابعين. مين يدفع الايجار حق الفيلا؟ ايجار الفيلا الله يسلمكم حاليا اول كم شهر النعيم يدفعه عشان نكون صريحين. شباب زين. روحوا اشتركوا في قناه عبد الله النعيم، يستاهل انه يدفع الايجار. لا بس بعدها رجعنا له الفلوس من قناه جوت نفسها. سؤالي انا، متى اخر مره حلقت ذقنك بالمناسبه يعني؟ شوف الصراحة ما قد حلقته كامل. ما عندك طيب؟ آخر مرة كنت أملأ بداية الثانوي. بداية ابغاك الثانوي. تحط لهم صوره وانت أبشر خلاص. شكلي مسخرة بس أبشر. سؤال من
OM جد. طول حياتك كلها بالفيلا، وكم مرة بالأسبوع تزور أهلك؟ انا الصراحه يمكن يوم يومين في الاسبوع انام في الفيلا مع الشباب، وباقي الاسبوع في بيت اهلي. السبب ان امي بتكفخني اذا نمت في الفيلا اكثر. بكل صراحه يما احبك تقول لي سوي شغلك، تم طول اليوم هناك، بس في الليل لما بتنام ترجع البيت. هاي اللي اسويه، اطلع. تبغى تشوف حبيبه وطق اليوم؟ مشكلة ما اشوفها، ارجع 3 الفجر واطلع الظهر هاللون، فما اشوفها من الاساس، بس ترتاح لما انا انام في الليل. طب اسمع، لما تقول هاللون ايش اللون؟ الاحمر ولا الاخضر؟ والله ودي اضربها. معلش ما يمثل. عندك سؤال كان لي عندي سؤالي اللي هو بما انك ما شاء الله مبدع في شغلك، صراحة والله العظيم اني ماني قاعد جنبك والله، يعني ما عندك نية انك تنوع اكثر واكثر بعيدا عن الجيمنج، لان انت متأكد انك راح تبدع اكثر. والله هاي في شيء كنت قاعد اقوله. اليوتيوب وصل. اي كنت اقول اليوتيوب وصل. في واحد اسمه كريم، هاي من طرف اليوتيوب. هذا اليوتيوب كل في الكل. مزعج ايميلات اهلا كريم، احسن واحد في الدنيا. عبد الرحمن ما في مثله. ايه دخلوني الترند كريم. greatest of all time. دخلوني يا جماعة الخير. كريم عنده يعني جهاز لما ينزل فيديو يختار هذا يحطه في الترند الاول. ارتاح في الجيمنج، احب الجيمنج، لهالسبب قاعد انزل محتوى جيمنج. تعطينا كم واحدة يعني كل في الشهر مرتين مثلا؟ والله فيها فكرة. ان شاء الله انا ما قاعدكم ولا وعد عزيز بشيء. ورطت يا اخوان خلاص. ورطني بس باذن الله بكثر، لان لاحظت حتى المقاطع اللي ما لها علاقة بالالعاب تضرب معي. فيها مشاهدات، فيها ناس يستمتعون فيها. مها هلا، شنو سؤالك؟ كم مشتركين عندك بالضبط؟ اتحداك تقول بدون ما تشوف الجوال. لا زين بقول 1.16 4 لا تفعلون منك. 521. لا انا قلت 164. ضيعت يعني يا جماعه. شوفوا صراحة يعني صراحة صعبة مستحيل بالرقم. زين اعطيني سؤال ثاني بجاوب عليه صح. لو انت مو بيوتيوبر شنو راح تسوي الحين؟ لو انا مو بيوتيوبر، كوني قاعد ادرس هندسه معماريه، غالبا بكون نفس ما انا في حاليا، اخر سنه في هندسه معماريه. اوكي. بتخرج وبشتغل في مجال الهندسه دايركتلي. كل اصحابي اللي درسوا هندسة معمارية تركوا الهندسة المعمارية. مرة ليش؟ نايف مجهز لي اسئله. طرحت لك سؤال حلو. يلا. تحس انك تتزوج في المدى القريب يعني على بعد 5-6 سنوات؟ اول شيء انا عن نفسي الصراحه ما عندي مشكله اتزوج في المدى القريب، بس حاليا مو حاط في بالي او ما احس عندي الفراغ عشان اتزوج، لان لو بتزوج لازم بعطي الموضوع حقه، ما بتزوج وانا بس ما تتوقع بيجي يوم من الايام تصير فاضي؟ هاي المشكلة. بفضل بعدين اتزوج ما تنفع. صح ما تنفع. في سؤال يعني، شوف تخيل انه بعد 10 سنين رجعت تتفرج على قناتك، تحس انك بتستحي من الشيء اللي سويته ولا لا؟ كل الاشياء اللي انا انزلها انا افتخر فيها، بس انه يمكن افكر مره ثانيه انه ليش قدمته بهالطريقه؟ اوه هذا انا عرفت. لا الحين ترجع تجحد نفسك، انا مريض اللي في الفيديو هذا ما يمثل. اقول لك اشوف اول مقطع لي على القناه استغرب، اقول ليش كنت هاللون، بس في نفس الوقت ما اقول انا انحرج من نفسي، بالعكس افتخر. صح. وهاي الشيء اللي وصل لي حق الانسان اللي انا عليه اليوم. صفقه الله ما معي. المهم يا جماعه حاليا انا والنعيمي في المطار، واتوقع انكم وصلنا حق نهايه حلقتنا، بس قبل لا ننتهي فور سبسكرايب، اللي ما اشترك يشترك الحين يا جماعه. المهم اتوقع واضح شلون تعابوا ومنتهين. اتمنى عجبتكم الحلقه، حاولت اجاوب على اغلب الاسئله بس نفس ما شفتوا في اسئله غريبه وعجيبه وفي وايد اسئله متكرره، لهالسبب خليت اليوتيوبرز نفسهم هم اللي يختارون، بحيث انا ما انحاز تجاه احد معين او اكونت معين. في نفس الوقت بجاوب على بعض الاسئله كتابيا، يعني بروح حق البوست نفسه وبرد على سؤال بنفسي كتابيا، يعني حق الاسئله اللي حسيت ممتعه بس ما امداني اجاوب عليها. اتمنى عجبتكم الحلقه، بس سبسكرايب لايك، نشوفكم حلقه ثانيه.